يا ترى ايه اصعب راجل ممكن تتعاملي معاه؟ الراجل اللي من بره يبان ثابت وهادي ومن جواه عاصفة محدش ابدا يعرف يقراه. الراجل الصعب مش العصبي ولا اللي بيزعق، صعب هو اللي ساكت وما بيقولش ولا كلمة، يسيبك تتخيلي كل حاجة لوحده. يبان ان شكله جامد بس مشاعره ما بيظهرهاش بسهولة، وده مش لانه انسان اناني ولا لانه مش مهتم بيك، لكن هو اتعلم وتعود ان يعتمد على نفسه بدون مساعدة من اي حد. اتعود انه ما تشافش، اتعود ان محدش يفهم اللي جواه، والشيء ده هيكون غريب بالنسبة لي. هتحسسيه طبعا انه مش لوحده، ولو ما عرفتيش هيبعد بهدوء من غير ما يقول ليه. زي مثلا لو واحدة مرتبطة بحد عمره ما اشتكى ولا اتكلم، كل ما تزعلي تقولي له انت ما بتقولش حاجة ليه؟ رد، اتكلم. هو يرد عليكي بكلمة واحدة، تمام. هو طبعا في حقيقته وخاف لو اتكلم انه يبان ضعيف قدامه. اعرفي بقى كلمتين مهمين جدا، ان مش كل صمت معناه تجاهل، ومش كل هدوء بيكون قوه. يبقى اصعب راجل ممكن تقابليه في حياتك هو اللي مش هتعرفي تقريه بسهوله او تفهميه يعني، انما لو كسبت ثقته هيفتح لك باب عمره ما فتحه لحد.